الملحن عمرو مصطفى ظهر في إحدى اللقاءات التلفزيونية واتكلم فيها عن عمرو دياب بتصريحات جديدة أثارت الرأي العام، وكالعادة استفزت جمهور الهضبة. فقال عمرو إنه عمرو دياب كان بيستمع إلى أغانيه وهو قاعد على الأرض. هو قاعد على الارض يسمع. على الارض. على الارض. فنان حلو. قاعد سمعني. الله 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 تك. ده بعد العالم، بعد خليك فاكرني بقى. ده غير إنه قال تصريح جديد قال فيه إنه سبب الخلاف الأخير بعد ما ظهروا سوا في حفل الميدل بيست في السعودية على المسرح وغنوا أغنية برج الحوت. وبعدها الهضبة أخد المايك من عمرو وقال: أنت تلحن بس ما تغنيش. استنى بقى، انت بتلحن ما تغنيش. خد الميكروفون بتاعك ده بتاعي. والله بحبك واحب برج الحوت وعشان تفاصيلك ضحك وبكا وسكوت لانك الدنيا واللي يلا ليتس جو. الحانك. يوم ما انت هتكون كبير فنيا وماديا مش محتاجه. الضربه القاضيه اما خد مني المايك وانا في الجده او في الرياض وقال لي ما تغنيش، انت تلحن بس قدام الناس. قدام الناس. دي كانت الضربه القاضيه عندي. دي قفلت. انت مش هتشوفني تاني. دي عملتها له. ولو كلمك دلوقتي لا خلاص مش هتعمل. مستحيل. خلاص يعني احنا قفلنا تاريخنا ان انا باركت له على عيد ميلاده وقلت له كل سنه وانت طيب وخلاص. بس كده. مين عارف، ما انت كنت واخد قرار من 2006. لا انا takes is some time and some clarity to find your identity. It's my